دفعت كتير في التشطيب بس شكل الشقه طالع رخيص. المشكله مش في الفلوس، في 3 اخطاء ناس كتير بتقع فيها. في ناس بتصرف كتير عشان شقتها تطلع فخمه، لكن لما تدخل بتحس في حاجه غلط. عارفين ليه؟ لان في اخطاء بسيطه بتبوظ كل حاجه. اول خطا استخدام الوان كتيره في الغرف، بتخلي شكل المكان عشوائي. الخطا الثاني الاضاءه الرخيصه، الليدات الصفراء والحمراء والزرقاء بتبوظ شكل المكان. استخدم اضاءه وايت وول متوازنه ووزعها بطريقه كويسه. الخطا الثالث الاكسسوارات الرخيصه والديكورات البلاستيك اللي بنجيبها من المحلات العاديه، مهما كان الاساس غالي هيقللوا في عين اللي داخل. الخطا الرابع استخدام بورسلين غامق في الاماكن الضيقه. الالوان الغامقه في المساحات الضيقه بتخنق الشقه وبتخلي شكلها اضيق من مكانها. اما الخطا الخامس استخدام جبسون بورد مبالغ فيه وبتصميمات قديمه. بلاش شكل الدوائر والمربعات والتصاميم القديمه، خلي الشغل الجبسون بورد كله فلات باضاءه اندايركت، توزيع الاسبوتات بطريقه صح. شكل شقتك مش بتتحدد بالميزانيه، في تفاصيل صغيره ممكن ترفع وتقلل من قيمتها. قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجه شايفينها بتبوظ البيت.